العيد قريب ياك، كاع كنقلبوا على شي حوليق ونغلايط قرونو ملويين وسمين مزيان. اسيدي ما فيها باس، العيد هو فين كيتجمعوا الاهل والاصحاب ويفرحوا. ولكن باش تكمل هاد الفرحه اسمع هاد النصيحه قبل ما تشري. كاينين بعض مربين الاغنام الله يهديهم ما كتهمهم صحه حتى شي واحد من غير الميزان والفلوس، باش يبان الحولي عامر اللحم ويزيدوا في الاثمنه. كيعطيو يعلف شي حوايج كارثيه. كاين اللي كيعطيه الملحه باش يعطش ويشرب الماء بزاف ويتنفخ فاش تيبغي يديه للسوق، وكاين اللي كيعطي الخميره وحتى فضلات الدجاج. النتيجه نهار العيد غير كدوز عليه الموس وكتعلقو، داك اللحم اللي كان كيبان حمر وزوين كيبدا يزرق ويخضر وكتعطي منه واحد الريحه خايبه بزاف. ديك الساعه عاد كتعرف باللي شريتي خطيه ماشي اضحيه، وهذا الشيء كيشكل خطر كبير على صحه وليداتك والناس اللي مناعتهم ضعيفه. ايوا كيفاش تعزل الحولي بصحه جيده؟ بكل بساطه، الا ما كنتيش كتعرف تعزل دي معك شي واحد حريفي وعنده درايه في هذا الشيء، وإلا كان عندك شي واحد معرفه ديالك او شي حد من العائله كساب وعنده حواله وعارفو مزيان شنو كيوكل وعارف العلف ديالو نقي، فتوكل على الله وشري من عنده حولي نقي باش نهار العيد تضرب ليا بولفاف مع راسك وانت مرتاح ومطمن.